تفتكر يا صديقي امتى تم وضع حدود مصر الشرقية اللي بتعتبر أخطر وأهم الحدود السياسية لمصر، واللي بتبدأ من شرق مدينة رفح حتى رأس خليج العقبة بما فيها مدينة طابة؟ وعلشان أجاوبك على السؤال ده لازم نتكلم عن التاريخ الإداري والعسكري لشبه جزيرة سيناء. برزت أهمية سيناء وزادت أهميتها الاستراتيجية في العصر الحديث، وبالتحديد منذ قدوم الحملة الفرنسية على مصر عام 1798. ولما توجه نابليون بونابرت حملته على بلاد الشام عبر من خلال الطريق الحربي شمال سيناء، ودارت المعارك الفرنسية على أرض سيناء، وواجهت القوات الفرنسية مقاومة عنيفة من بدو سيناء وبالتحديد من أهل مدينة العريش. وبعد حصار لمدة 10 أيام تمكن الفرنسيين من الاستيلاء على مدينة العريش. ولما فشل نابليون في حملته على بلاد الشام تراجع الفرنسيين علشان تشهد أرض سيناء والعريش على وجه التحديد مناسبة تاريخية مهمة، وهي المفاوضات اللي جرت بين الفرنسيين والعثمانيين في مدينة العريش، وفيها تم توقيع معاهدة العريش في 28 يناير 1800. وبكده تكون الحملة الفرنسية وجهت الضوء على أهمية سيناء الاستراتيجية والدفاعية. وفي عام 1805 تولى محمد علي باشا حكم مصر بمساندة الأعيان ومشايخ الأزهر في محاولة جادة للاستقلال عن الباب العالي العثماني. وكانت سيناء في عهد محمد علي مقسمة إلى 3 أقسام إدارية، وهي مدينة الطور اللي كانت تابعة لمحافظة السويس، وقلعة نخل وتوابعها اللي كانت تابعة لإقليم الرزمانة المالية المصرية، ومدينة العريش اللي كانت تابعة لوزارة الداخلية المصرية. في عهد محمد علي احتلت سيناء أهمية كبيرة واعتبرها منطقة لتأمين حدود مصر الشرقية. علشان كده قرر محمد علي باشا إنشاء محافظة العريش عام 1810 علشان تكون ضمن التشكيلات الإدارية اللي وضعها محمد علي عام 1805، وبكده يكون تم تشكيل أول شكل إداري منظم في شبه جزيرة سيناء في العصر الحديث. وفي عام 1834 جهز محمد علي قوة من عربان أولاد علي بقيادة شيخ القبيلة أحمد المقرحي لوضع حد للبدو المتمردين واللي كانوا بيمارسوا أعمال السلب والنهب للقوافل التجارية. وقدر عربان أولاد علي والجيش المصري في السيطرة على كل القبائل الموجودة في سيناء. وفي عهد الخديوي إسماعيل أصبحت سيناء مركز اهتمام الخديوي، علشان كده أرسل الخديوي إسماعيل لجنة علمية أجنبية بقيادة السير بالمر للتنقيب في مدينة الطور، وتم رسم خريطة تفصيلية لسيناء في عهد الخديوي إسماعيل. وبفضل افتتاح قناة السويس أصبحت سيناء أهم القطاعات المصرية، وتم إنشاء مدينة جديدة على طريق العريش وهي مدينة القنطرة. وفي عام 1865 تم إدخال أول خط تلغراف في سيناء، الخط اللي بيربط بين العريش في مصر وبلاد الشام. وفي عهد الاحتلال الإنجليزي تم إنشاء خط تلغراف آخر بيربط بين السويس ومدينة الطور. وقامت سلطات الاحتلال البريطاني بتنظيم سيناء إداريا وعسكريا، وأصبحت كلها محافظة واحدة تخضع لنظام قضائي وإداري واحد. وفي عهد الخديوي عباس حلمي الثاني وقعت حادثة تاريخية مهمة جدا بالنسبة لمصر، وهي حادثة طابة عام 1906. الحادثة اللي تسببت في تعيين ووضع حدود مصر الشرقية، وده حصل لما قررت سلطات الاحتلال البريطاني رسم حدود مصر الشرقية في سيناء، وده اللي اعترضت عليه الحكومة التركية، ورفضت طلب بريطانيا لتحديد حدود مصر الشرقية على أساس إن مصر ولاية عثمانية، وبالتالي مفيش أي داعي لرسم حدود بينها وبين الولايات العثمانية الأخرى. لكن السلطات البريطانية أصرت على تنفيذ مطالبها، وأرسلت قوة عسكرية بقيادة ضابط مصري اسمه الأميرالاي سعد بك رفعت، عسكرت في مدينة طابة. وتأزم الموقف بشدة بين بريطانيا والدولة العثمانية، فوجهت بريطانيا إنذار شديد اللهجة إلى تركيا لسحب أي وجود تركي في طابة. وانتهى الأمر برضوخ السلطات التركية وتسليمها بحدود مصر الشرقية اللي بتبدأ من رفح حتى رأس خليج العقبة بما فيها مدينة طابة. ولو انت وصلت لحد هنا يا صديقي يبقى تستحق انك تجاوب على سؤال الحلقة.